شوفوا معايا خوتي، هذا الجزائري هذا كيعتذر من المغاربه وكيقول واحد الكلام بصراحه زوين بزاف، وغادي يرد عليه هذا الجزائري هذا بواحد الطريقه اللي كتحس بيه حاقد على الوضعيه وما حملوش. هاد السيد هذا كيحاول يحيد الفتنه، هذا ما عجبوش الحال حيت هذا كيحيد الفتنه. واش المهم تصنتوا هذا ردوا عليه غير بالعقل. شي وحده اسمع اسمع. انا جزائري والمروكي خويا، انا المروكي نبغيه، انت ما تبغيهش، انا نبغيه لانه مسلم. انا اي انسان مسلم في الكره الارضيه خويا، انا الدين تاعي يقول لي هاك: الولاء يكون للدين، مشي للوطن وللحدود، الولاء يكون للدين، هذا هو الدين تاعنا. انا اي انسان مسلم خويا واي انسان كافر انا بريء منه، حتى ولو خرجنا من كرش وحده خويا وكافر انا بريء منه. مشي على جال بالون كره قدم بسيطه، ما قلت شي عيب ياك حد الان، ما قلت شي عيب. استفدنا منها والو، بالعكس راهي تزيد تهود بينا على التحت. هذه كرة القدم كاين الناس راهي مستفادة منهم، حنا الشعوب ما استفدنا والو. انا كي واحد صيب واحد مروكي انا بتعلم تاع اسرائيل ولا يشكر في اسرائيل، هذا ماشي معيار ان المغاربه قاعد دايرين هكا. هذوك حبات راهم يديروا في الفتنه، وانا المروكي الشريف المسلم نعرفه باللي مع فلسطين، واي انسان مع فلسطين، اي انسان مسلم راه مع فلسطين. وانتم اصحاب مواقع التواصل الاجتماعي المؤثرين والمؤثرات، انتم راكم دايرين فتن والله ما تربحوا. ربي والله ما تربحوا، وهذا واحد منهم غادي يردوا عليه دابا. سبحانه قال لك: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اصلحوا ماشي افسدوا. هذاك خرج في فيديو، هذاك يعاود يكلاشي، هذاك يعاود يرد عليه، راك دير في الفتنه. وانت ثاني المروكي من يعاير حبس ما تردش، حبس انت ويحبس هو، كي يحبس هو تحبس انت وهي رايحه. ولا كاش بين بلادنا وبلادكم كاش خلافات سياسيه، ولا ان شاء الله ربي يصلح الاحوال بين اللهم امين يا ربي امين. الشعوب مثل ما دخلنا. ربي ان شاء الله يصلح الاحوال بيناتهم ونتكاتفوا ونتضامنوا. بصح حنا الشعوب مثل ما دخلنا. انا اي انسان مسلم حتى ولو كان في الامريكان ولا في استراليا خويا، اتقوا الله خاوتي وحبسوا هذه الفتنه. بارك الله فيكم. شوف سبحان الله العظيم، الافكار ديال هذا السعد الدري هذا، اللهم بارك، هذا الرجل هذا العظيم، هذا رجل عظيم. شوفوا الافكار اللي عنده تبارك الله، ياك شوفوا منك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة الكلام تاعك يخلي الإنسان أنه يفكر أكثر ثم أكثر ثم أكثر باش يقدر يوصل لواحد النتيجة ويشوف واش كلامك عبارة عن حقيقة ولا لا. هذا النوع من الفيديوهات خاصة إذا تم إضافة يعني هذا النوع من الموسيقى يعني تؤثر جدا يعني في منصة الفيسبوك. فيديو مثل هذا تشاف 3 ملايين إخوتي الكرام تعليق. يعني هو ما عجبوش الحال حيت هذا الفيديو عنده تاثير كبير على الشباب، وانه راه كيتشاف، شفت 3 مليون مشاهده اللي فيه. ما عجبوش الحال، قال اجي نناقشوا باش نوضح للناس راه غلط هذا السيد هذا، راه هادشي اللي كيقول راه ما كيخربق. كلها أخوية وكلها حب ومحبة وإلى آخره. ولا تعليقات، هذا الشيء راه كيهضر على التعليقات. اسمع اش قال، سمع. تأثر جدا يعني في منصة الفيسبوك. فيديو مثل هذا تشاف 3 ملايين إخوتي الكرام، تعليقات كلها أخوية وكلها حب ومحبة وإلى آخره ولا للفتنة. لكن نرد على هذا الإنسان نقول له أول شيء بكلمة خطيرة جدا يقولها في الأول: وتأكد صديقي أن مثل هؤلاء الناس كثيرون جدا في الجزائر، الذي يقول الولاء ليس للوطن بل ولاء للدين. واحد الحاجه بغيت نركز عليها، انا بغيت نركز عليها. شوف الفكره ديال الدري، اللهم بارك، الفكره ديالو شنو هي؟ هو يبين للناس باننا امه وحده، وان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اهم لنا من، يعني اهم من دوك الحدود واهم من كل شيء. واش فهمت كيفاش؟ هادشي اللي بغى يقول الدري. لا هو مركز على من مركز، ركز على لا علاش يقول ان الولاء للدين وماشي للوطن. بالمناسبة إذا حبينا نقارنوا الدين والوطن ما نقدروش تكون عندنا مقارنة، لأن الدين نستطيع أن نقارنه بدين آخر، لكن نقارنوا دين بوطن ما جياش. تستطيع أن تقول لي ولاء للدين بدون أنك تقول ما دخلش الوطن، نتفقوا. ولكن علاش الواحد كاع مشى يركز على هذه المسألة؟ هو الموضوع علاش هضر الدري راه باين، الموضوع واضح. علاش انا مركز على واحد الحاجة اللي بسيطة تما؟ علاش نركز عليها ونخلي حوايج الكبار اللي قال؟ نستطيع أن نقول لي ولاء للوطن لكن ما ندخلش الدين، نتفقوا. فهذا الخلط
يدير مشكلة كبيرة. يعني السؤال المطروح، هل يستطيع أن يكون لك ولاء للمروك؟ لأن الدين في المروك الإسلام، هكا وش يقولوا يعني. هل يستطيع أن يكون لك ولاء مثلا لدولة مثل إندونيسيا لأن يقولوا مسلمين؟ هل يكون لك ولاء لدولة؟ يعني هنا كاين خلط في الأمور بالمناسبة. والناس اللي عندهم هذه الأفكار لا يؤمنون بالحدود. راه المسلم بطبعه لا يؤمن بالحدود. المسلم انا ما كنامنش بالحدود. انا كنعرف شنو كنعرف. المسلم خويا هذيك الحدود مجرد خطوط في الخريطه رسموها وتفننوا في الرسم ديالها. حنا كنهضروا على القلوب ديالنا. الحمد لله الدين ديالنا واحد. شحال هادي راه ما كانوش الحدود. كانت امه وحده الحمد لله. كانت الامه وحده ومجموعين كاملين على كلمه وحده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اما الحدود زعما علاش تاثر فيا انا وخويا حدايا جاري مثلا؟ علاش انا ما غاديش نبغي داك خويا ولا ما غاديش نبغي له الخير مثلا لذاك خويا؟ حيت راه دوك الحدود واخا كاينين راه قلوبنا مترابطين. لان الهدف ديالنا باين. وليس لهم وطنية بالمناسبة، وأنا لا أعمم لكن يوجد منهم الكثير. سيدي يقول لك واحد الكلام أن الإنسان مهما كان يكون بعيد مسلم هو خويا، وإن كان حتى ولد بلادي. دابا هو باش تعرف بيزرب عليه قال له تسمى ملي قال ان الولاء ديالي للدين وماشي للوطن. دخل له من هذه النقطه هذه وزعما على انه راه ما عندوش وطنيه. حيت قال هكا راه ما عندوش وطنيه. بحال اللي كنشوف ان هذا السيد هذا اللي كيهضر دابا بحال عنده الوطن اهم له من الدين. يعني هذاك هاد الدري اللي كان كيقول اللي كيبغي يوقف الفتنه كان يعني كيركز على الحوايج اللي مهمين. هذا لا مشى كيركز له على كلام علاش قال الدين اهم له من الوطن. وليس بالمسلم فهو ماهوش خويا. وهذه اسمع بيرد عليه حاجه اخرى. مهما كان يكون بعيد مسلم هو خويا. اسمع الانسان مهما كان يكون بعيد مسلم هو خويا، وان كان حتى ولد بلادي. وليس بالمسلم فهو ماهوش خويا. هذه ما عجباتوش هذه الكلمه. واش في نظري اخوتي شوف غير خدموا معايا عقلكم. واش هذا السيد قال شي غلط يعني في هذا الكلام هذا اللي قال؟ واش قال شي غلط؟ واش غلط ملي قال انه الا كان شي مسلم في اي بلاصه كان في امريكا واخا يكون في القطب الشمالي مسلم خويا. الا كان خويا ولد امي وبي ولد امي وولد الام ديالي وابي وماشي مسلم ما خوياش. خويا في الدم ولكن ما خوياش في الاسلام. وهذه واش قال شي غلط؟ قال شي حاجه ماشي هذيك؟ هذه كلام. هذا كلام وادي. هذا هو الكلام ديالنا احنا مسلمين. هذا هو انت كنت مسلم خويا ما مسلمش ما خوياش. السلام عليكم. الفكر يدي الى التفرقه ويدي الى الحقيقه الى حرب اهليه. الحمد لله احنا في الجزائر ما عندناش ناس اللي نقدروا نقولوا في هذاك النسبه الكبيره اللي ما همش مسلمين، وما كان راه كارثه بهذا الفكر. كيفاش فكر زعما ما فهمتش علاش غادي اش من فتنه غتنوض؟ ما فهمتش. ما فهمتش. الا قلت كان انت ماشي خويا زعما انت ماشي مسلم ما خوياش تالي انت ماشي خويا الا ما كنتش مسلم. علاش غادي علاش غتنوض الفتنه؟ ما فهمتش علاش انت بغيت تشوفها بهذه الطريقه هذه. في الثاني يقول لك ان اللي يرفعوا يعني الدرابو تاع اسرائيل ماهوش مراركه لان المراركه فيهم بزاف مع فلسطين. لا علاش لا؟ خاب ظنك يا صديقي. معظم المراركه بقصد او بدون قصد هم مع اسرائيل. والدليل ان اللي ردت الاعلام. شوف الطريقه زعما كيبغي يهضر بديك اللغه العربيه زعما باش راني خاتر راني كنعرف نهضر. فهمت؟ راه بقصد او عن غير قصد. كيف زعما بقصد او عن غير قصد راه مع اسرائيل؟ ما فهمتش. شرحها لي بغيت نفهم هذه الكلمه هذه. بقصد او عن غير قصد راه ما عندها هذه الكلمه هذه بالضبط. الجمله راه ما عندها ثمانه. كيفاش نكون مع اسرائيل عن غير قصد؟ كيفاش شرحها لي. كيفاش عن غير قصد نكون مع اسرائيل؟ زعما ولا انت باغي توصل واحد الفكره انه صافي راه المغاربه كاملين واخا اللي ماشي مع اسرائيل راه مع اسرائيل عن غير قصد. لا حول ولا قوه الا بالله. بقصد او بدون قصد هم مع اسرائيل. والدليل ان اللي ردت الاعلام كان معاها مراركه وكل شافها ولا احد يتكلم. هل شفت
فين شفت انت مثلا؟ ونفترضوا كانوا تما المراه غادي يقول واحد الكلمه عند المراركه. المراركه قال لك كيضرنا حنا المغاربه، يعني ملي كيقولنا المراركه راه ضرنا المراركه، ما كضرنا في والو. بحال كيما حنا راه قلتها واحد المره، درت فيديو على هذه المساله ديال المراركه والجزائريين. كاين بعض الناس كيسحب لهم الجزائريين زعما راه كلمه خايبه، راه غير ملخص الجزائريين، بلاصه ما تقول الجزائريين كتقول الجزائريين والمراركه كتقول المروك مثلا عادي. المراركه المغاربه، المروك المغرب، زعما اش ضرنا؟ راه انت اللي عندك في عقلك هذيك المساله يسحبك زعما حنا كضرنا هذه المساله. يقول المراركه، قول المروك، هذه ما فيها حتى حاجه، انا كنشوفها حاجه عاديه زعما ما فهمتش. في واحد يتبرأ من هذا العمل يعني. كيفاش احد يتكلم؟ هل شفت فيديو واحد يتبرأ؟ ايه شوف انا درت فيديو. شفت انت الفيديو ديالي؟ واش انت صافي قلبت الفيديوهات كامله ديال اليوتيوب ديال الفيسبوك؟ انا درت فيديو تبرأت من ذاك الفعل. تبرأت من ذاك الفعل وتبرأت من شوف مع الاسف. والمشكله هو ان الناس كتلقاهم كيتيقوا هذه الهضره ديال هذا البشر هذا من هذا العمل يعني. ما كانش، لا يوجد نهائيا. لا يوجد نهائيا. باش تعرف هذا الجمع ديال الجهلاء هذا راه جهل. جاهل بهذا المعنى. كيجمع كيقول لك لا يوجد اي فيديو نهائيا وانت واحد ما هضر نهائيا. فين انت شفت اللي ما هضر واللي ما هضرش؟ شفنا بزاف المغاربه هضروا. فين انت ما فهمت انت فين عايش فاش ما شفتش انت مغاربه هضروا؟ شفنا بزاف المغاربه وانا هضرت. انا نهضر على راسي، انا هضرت على هذه المساله هذه. يعني شنو شفتني؟ علاش كتجمع كتقول المغاربه كاملين انت واحد ما هضر؟ هاد الكلمه بحد ذاتها ما خصنيش نبقى ما نتبعكش اصلا. ما فهمت انا، ما نتيقكش. هاد الهضره بالضبط ما تخلينيش الهضره اللي غتقول من بعد زايده ناقصه. صديقي الكريم، عقليه خوتك ماشي خوتك. وانا لاحظت ان هؤلاء الناس لهم نوع من الجبن للاسف. كيبغوا يتكلموا فقط على اصحاب مواقع التواصل الاجتماعي. يقول لك الدوله، السياسيين، الدولة إذا هما راه بيناتهم مشاكل فحسبي الله نتركوهم. شوف الحركة اللي كيدير. هذا عبارة عن جبن. زعما فهمت، زعما كيستهزئ. ماشي نتركوهم. ما كان ما شفت انا شي جبان اكثر منك صراحة. باش نجيك صريح، بغيت القاصح نعطيك القاصح. انت اللي جبان، ما نجيك نيشان. كيفاش نتركوهم؟ حنا كنقولوا ملي مثلا السياسيين او افترضوا الحكومه المغربيه والحكومه الجزائريه بيناتهم صراعات وكذا وكذا، كنقولوا يا رب ان شاء الله تحل هذه المشاكل وغتحل ان شاء الله في المستقبل. يعني حنا كنقولوا الا كان واحد الصراع مثلا سياسي، فالشعب المغربي والجزائري المسلمين اللي عادي بحال هذا السيد، ماشي انت بحال الاخر المهم اللي بحالو علاش غادي حنا غادي ناخذوا ديك الافكار ونحقدوا على بعضياتنا واخا حنا ما بيناتنا حتى شي مشكل. وكنقول واحد المثال كنعطيوه وكنعاودو دائما. نفترضوا انا وهاد الدري صحاب وباه صحاب، في واحد النهار تخاصموا باه الابوين بزوج. علاش انا وصاحبين نضربوا؟ ياك باواتنا تخاصموا، ياك افترضوا باواتنا تخاصموا اللي هما مثلا الحكومات. انا والدري اللي هما شعب عادي، علاش غادي نضربوا؟ خليهم منهم ما كيتخاصموا بيناتهم، باش دبر صافي الله يصلح الحوال. انا وخويا انا وصاحبي علاش غادي نتخاصموا؟ صافي غير بواتنا نتخاصموا حنا حتى نوضوا نتخاصموا؟ لا ما يمكنش. خدم عقلك، خدم شويه عقلك. راك كتبان زعما فهمتش، كتبان قاري واخا كيبان لي قاري ما تلعبه. يعني ما قاري ما تلعب والله الا غير جاهل ما فهمتش. سبحان الله العظيم يا صاحبي. كيما راه عندك الكلام وعندك حق الهضره وعندك تقول على ان هذه فتنه، تقدر تقولها حتى للمسؤول ولا تخاف يديك للحبس. يعني الانسان الذي ليس لديه ولاء لبلاده فهذا ماهوش انسان. ما ديروش السبه. يعني لا يشترط ان لما تكون لك كنحس به هذا حاقد والله الا حاقد ما بغاش يقول هذا ولاء للدين. هل اصبحت يهودي؟ هل اصبحت غير مسلم؟ لا. الولاء للدين. لما تحكت على الدين اوكي، نستطيع ان اقول لي ولاء للدين الاسلامي وليس لدي ولاء للدين المسيحي. هذه مقارنه منطقيه. لكن ما نقدرش نقول لي ولاء للدين وليس لدي ولاء للوطن. هذه مغالطه. الاوطان بالاوطان. تقول انا لي ولاء للمروك وليس لي ولاء للجزائر. شوف الطريقه باش هذا زعما بيدير مشكل للدري.
بغى يدير ليه مشكل. والله الا شوف اللي كيفكر بعقلو هذا بغى يدير المشكل لهاد الدري. علاش؟ حيت ما عجبوش الهضره ديالو، بغى يدير المشكل. عندي ولاء للمروك، زعما هو الجزائري الا قال عندي ولاء للمروك وما عنديش مثلا للجزائر راه غادي يجي يشدو. حنا عارفين هذا الشيء، ولكن هو بغى يلصقها له. واخا ما قالش هاد الهضره هادي بغى يلصقها له. الا انت عندك ولاء للمروك وما عندكش للجزائر قولها بهاد الطريقه. اش بغيت نشوف اش دار لك زعما السيد. السيد جا دار فيديو زوين بسيط، قال كلمه زوينه انه نحيدوا الفتنه وخلونا وكذا وكذا. انت جيت ما بغيت دير له مشاكل، بغيت دير له مشاكل. محشوماش عليك. نفترضوا هاد الهضره ديالك دخلت الدري للحبس، نفترضوا الهضره ديالك دخلت الدري للحبس، ما زعما انت عادي تعيش عادي محشوماش عليك، حيت باغي دير له مشكل، باغي دير له مشكل. ما كنحس بك باغي تغرقوا. اسمع أوطان بالأوطان تقول أنا لي ولاء للمروك وليس لي ولاء للجزائر، مقبولة. أنت تقارن بينها يعني. زعما دار المروك هو بلاص الدين، فهمتي؟ هو الدري راه قال أنا عندي ولاء للدين أكثر من الوطن، حيت الدين هو الأول، الدين هو الأول. هادشي هذا هو المقصود اللي بغا يقول الدري. أنت باغي دير له مشكل، عندي ولاء للمروك ما عنديش للجزائر. وطنين ولا بلدين إذا صح القول. هذا الفكر الأخوي بالمناسبة هو اللي يدير عملية التسلل. يعني راح يكون تسلل، لا في زواج مختلط، لا في ناس يعني يقدروا حتى يكونوا كارهين نابذين للناس اللي يدافعوا على بلادهم، يقدروا حتى أنهم يفتحوا لنا بيبان لجمع الجزائريين. هل تعتقد أننا عندما نتحدث لا نعلم أنه يقدر يكون واحد خاطئ في المروك؟ نعلم هذا أكيد. يقدر يكون واحد، يقدر يكون زوج، يقدر 3، يقدر يكونوا 10. لكن لماذا تجدنا يعني نعمم بكل اختصار؟ لأن مش كل الناس عندهم الإدراك. نحن نعمم لأن ليس كل الناس عندهم الإدراك. أكيد ما عندهمش الإدراك. العديد يعني هو في الأول عمم، دابا كيقول لك العديد. العديد إذا كثروا الناس اللي يقولوا خاوة لا يستطيع أن يميز، يعني يلقى أي واحد مروكي فمباشرة خويا. لا مثلا افترضوا مروكي، عارف داك السيد مروكي مسلم راه خويا بطبيعة الحال، راه خويا هذاك. علاش انا واحد الجزائري مثلا راه نشوفو الجزائريين نقول له انت خويا مسلم، خويا السلام عليكم، نعم نقو نبوسو حيت هذاك الجزائري خويا. وشنا العديد من الحالات ناس خرجوا يتباكاو لانهم موجودين في اوروبا وقال لك غشونا وغدرونا، وكان يقولوا لنا خوا وانا سلفت واحد مروكي دراهم ولا عطيته مفتاحي بات في داري لانه كان حران ودى لي 30 اورو 3000 اورو ولا ما باليش ولا 4000 اورو. كسيدي انا نوريك القصه ديال واحد السيده صونات عليا، اتصلت بيا جزائريه قالت لك ربيت واحد الدري مغربي، قال لك جا تما في وقيلا ملي كانت المهم يمكن وقيلا في تركيا، انا ما اظن حيت نسيت لي القصه بالضبط، ولكن نحكم القصه بصفه عامه ومختصره. قالت لك انا واحد السيد مغربي، ولدي كان عنده واحد الصديق، ما عقلتش الصراحه حسبته، ولا المهم رباز داك الدري كبير كان عنده كذا 20 عام، جابته عنده لدارها، كبر معاها تبارك الله، خدم، كان فلوسه كيعطيها تشد واخا هي جزائري. فلوس داك المغربي كان كيمشي يخدم وكيجي يقول لها كيشدي لي فلوسي، هذا مغربي، وسكنته معاه في دارها وتهلاص فيه واللهم بارك، وحتى هو ما قصرش من جهتها، لدرجه بقات كتبكي وهي كتعاود القصه، كتقول لك انا هذاك مغربي، قالت لك والله الا بحال ولدي وكثر. علاش هذا ما دار لها والو؟ هذا مغربي زوين. يعني شنو كنستنتجوا من هذا الشيء؟ هو انه راه كاين مغاربه زوينين وكاين مغاربه خايبين، كاين جزائريين زوينين وكاين جزائريين خايبين. حتى انا نحطك مع جزائري، نجيب لك جزائري نلقاه سكن جزائري معاه وسرقوا. يعني شنو غنقول لك انا جزائريين كاملين شفارين، ولا غير حيت مغربي، ولا غير حيت مغربي صافي راه المغاربه خايبين؟ شفنا هاد الحالات لان بزاف ناس عندهم ضعف في الادراك للاسف. انت كاين بزاف ناس كيشوفوك هكا تتكلم ديال الكلام، غدوه يجي واحد السيد مروكي باش يناسب واحد العائله شريفه في الجزائر فيمدوا له. يمدوه. علاش؟ ما فهمتش انا. حنا مسلمين، كدير النيه، ما انت ما قاريش النيه، يمكن ما كتعرفش النيه،
كدير النيه والكمال على الله سبحانه وتعالى. يقدر يطيحك الله مع واحد خايب، يقدر يطيحك الله مع واحد زوين، غير هو ناخذ الاحتياطات ديالي. الا كان مغربي، الا كان جزائري، الا كان براني مصري، الا كان كيما بغا يكون، ندير الاحتياطات ديالي صافي. الا كان مثلا جزائري غادي نخلي فلوسي مشتتين في الارض ونمشي نخرج ونخليه هو، واخا ما كنعرفوش مزيان نخليه، ماشي مشكل حتى راه جزائري. حتى انا متاكد 100% ما غاديش يسرقني، لا غيسرقك، حيت كاين جزائريين شفارين. زعما الجزائر ما فيهاش الشفاره؟ ما يمكنش. ولا غير حيت مغربي خصني حيت راه مغربي خصني نخزن فلوسي ونسد عليهم؟ لا ماشي هكا، ماشي هكا كيهضروا الناس. وشتناها انا شتا في بلاطوهات واحد الانسان يشتكي من زوج ابناته اللي هو فلسطيني. قال له الصحفي لماذا زوجتها يعني بنتك؟ انت هضرتها، انت قلتها لراسك. يعني راه في اي بلاصه تلقى الخايب والزوين، في اي بلاصه. علاش انا زعما نحد راسي من غير الا كنت انت ماشي مسلم؟ الا كنت انت ماشي مسلم ما كنهضرش عليك. مادام فيه كل هذه الصفات وكلش، قالها بكل اختصار لان اسرائيل راه استعمرتهم وقالوا لنا خوتنا. يعني باش تشوف كاين الناس ما عندهمش ادراك. انا اقول اننا ندعم فلسطين، لكن لا اتعامل مع الفلسطيني بنفس المبدا. والله ما نكمل الفيديو ديالك حدك انا صافي كيخربق، والله لا كيخربق. شوف كلامو غير شوف هيك يدخل يخرج في الهضره وما عندها حتى شي معنى. كيفاش انا نبغيك كفلسطيني كيما نتعاملش معاك بنفس المبدا؟ كيفاش زعما ما فهمتش؟ علاش هذاك ماشي مسلم وزعما انت كتعامل مع الجزائريين بداك المبدا؟ الجزائريين كاملين زوينين. بدل العقليه ديالك صاحبي وبركه من هذه الفتنه. هاد السيد قال كلمه زوينه، خرج كيقول خوتنا المغاربه حنا خوتكم وبركه من الفتنه، والا كان شي مشكل ما بين الحكومات كذا الله يسامح. يعني كيهضر بطريقه زوينه، داير موسيقى دوك الاهات اللي كيأثروا في بنادم وكيتفرجوا، وقال لك الحمد لله 3 مليون شافوه. يعني لا غير واحد 20,000 واحد تبدلت العقليه ديالو، راه اجره كبير عند الله سبحانه وتعالى. ما فهمتش انا، والله ما فهمت علاش بنادم ما كيعجبوش هذا الشيء. علاش؟ ونفترضوا غلط كاع، مثلا نفترضوا افتراض حسب عقلات السيد ان السيد غلط ملي قال انه عندي ولاء للدين وما عنديش ولاء للوطن. نفترضوا غلط، علاش ما نشوفوش الشيء الاخر كامل؟ وهذه نحاولوا نقولوا ربما زلة لسان صافي والسلام عليكم. علاش انا نمشي نركز له على هذه ونبقى نعطيه كذا؟ لو قال لك ان المغاربه هذاك اللي هزوا الرايه في الحدود ديال اليهود انهم زعما راه كاملين المغاربه ما مزيانينش، كيقول لك لا هذاك مثلا دارها راه المغاربه ماشي كيعني ان المغاربه كاملين خايبين، لا كاين فيهم زوين، كاين اللي ما يبغيش داك الفعل، وانا منهم ما عجبنيش داك الفعل. انا كنهضر، شوف الهضره ديالي كتوجه للمسلمين، لخوتنا المسلمين. اما هاد الماركه هادي اللي كياخذوا هاد الافكار الخبيثه اللي كدير الفتنه، راه نتوما انا ما كنهضرش معك نهائيا، ما كنهضرش عليك. والله ما عجبنيش الحال صراحه، والله ما عجبني الحال. كتشوف السيد زوين تبارك الله، خرج دار فيديو زوين، جا هذاك يرد عليه زعما مشكله. يعني مشكل كان غيتيق هذا، كان اللي غادي يتيقوا. حيت كيهضر بديك الطريقه غيشوف الجهلاء غادي يتيقوه. الجهلاء غادي يتيقوه، يسحب له هاد الهضره كيقول زعما راه عن علم وعن معرفه وعن ما عارف منين جايب هادشي هو اصلا. لا واش كاين هادشي؟ ما عندناش في الدين حنا هاد الهضره هادي. هادشي اللي كاين. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زائد حنا ما كنناقشوش الاشخاص، الافكار ديالو. اما الشخص راه حنا ما غاديش نهضروا على الشخص كشخص، نهضروا الافكار اللي كيقول صافي. السلام عليكم، هذا ما كان هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يديم خلق ديما خوا دائما خوا وما كاينه عداوه رغم كيد الحاقدين، وغادي نستمروا ان شاء الله في نشر المحبه واطفاء هذه الفتنه ضد في مثل هذه الافكار الخبيثه ديال